السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهجنا، وهنبدأ في الوحدة الثانية بعنوان الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا. وهنبدأ النهاردة إن شاء الله في شرح الدرس الأول بعنوان تراثنا الوطني. وتعالوا كده نبدأ شرح درسنا من العنوان تراثنا الوطني. يعني إيه تراث ويعني إيه وطني؟ التراث يا ولاد هي حاجات قديمة مميزة وقيمة موجودة إلى الآن، وبنعتز بها وبنقدرها إلى يومنا الحالي، سواء كان التراث ده الإنسان عمله أو ربنا خلقه بشكل طبيعي. زي إيه مثلا؟ زي الأهرامات الإنسان هو اللي عملها، أو المعابد والتماثيل الفرعونية الموجودة إلى يومنا الحالي. كل دي حاجات قديمة ومميزة وقيمة وعارفين قيمتها إلى الآن. تمام؟ طيب ايه كمان من التراث زي ما خدنا كده الدرس السابق، العادات والتقاليد والاحتفالات والمهرجانات، كل دي تراث ثقافي. تمام؟ وكذلك المواقع الطبيعية الجميلة واللي الإنسان لم يتدخل في صناعتها، زي بعض المحميات الطبيعية، زي محمية رأس محمد اللي درسناها الترم اللي فات في اللغة العربية، ومحمية وادي الريان وسانت كاترين. طبعا كل دي من المواقع الطبيعية الجميلة التي لم يتدخل الإنسان في صناعتها. يبقى معنى كده سنة رابعة إنه التراث يا إما حاجات الإنسان عملها من قديم الزمن، أو حاجات طبيعية، مواقع طبيعية جميلة لم يتدخل الإنسان في صناعتها. يبقى معنى التراث يا ولاد هو كل ما تركه لنا أجدادنا من أشياء قيمة، سواء كان آثار أو عادات وتقاليد أو صناعات قديمة، وكذلك المواقع الطبيعية الجميلة والتي لم يتدخل الإنسان في صناعتها. تمام؟ ومن هنا نقدر نقول إن التراث يا ولاد بينقسم لتراث ثقافي الإنسان هو اللي عمله، أو تراث طبيعي ربنا خلقه لنا بدون تدخل الإنسان. طيب ايه هو التراث الثقافي؟ التراث الثقافي هو كل ما تم توارثه عبر الأجيال، ويشمل كل من الصناعات والحرف التراثية وعادات وتقاليد الشعوب في الأكل واللبس والفن، وكذلك الأماكن السياحية اللي صنعها الإنسان بإيده، والأثرية ذات القيمة العظيمة، زي مثلا المعابد المصرية القديمة والأهرامات والقلاع والمساجد والكنائس والأديرة. يبقى التراث الثقافي أي حاجة قديمة مميزة صنعها الإنسان. أما التراث الطبيعي هي كل المواقع الطبيعية الجميلة والتي لم يتدخل الإنسان في صناعتها. التراث الطبيعي يا ولاد يشمل المعالم أو المواقع الطبيعية الجميلة ذات القيمة العالمية، يعني كل العالم مقدر قيمتها، والتي لم يتدخل الإنسان في صناعتها أو التأثير فيها، زي المحميات، محمية الغابة المتحجرة ورأس محمد ووادي الريان. تمام؟ طيب يبقى معنى كده لو قلت لك أي حاجة الإنسان صنعها هتكون تراث ثقافي. طب أي حاجة ربنا خلقها لنا بدون تدخل الإنسان دي هتكون تراث طبيعي. يبقى احنا كده عرفنا معنى التراث وأنواع التراث. نقول تاني معنى التراث: التراث هو كل ما تركه لنا أجدادنا من أشياء قيمة، سواء كان أثارا أو عادات وتقاليد أو صناعات قديمة. تمام؟ أما أنواع التراث هو تراث ثقافي أو تراث طبيعي. التراث الثقافي هو من صنع الإنسان، أما التراث الطبيعي بيكون من صنع الله عز وجل. تمام؟ ولم يتدخل الإنسان في صناعته. طيب المطلوب منك ايه سنة رابعة في الجزئية دي؟ المطلوب منك انك تفرق بين تعريف التراث الثقافي والتراث الطبيعي، وخلاص احنا فهمنا وعرفنا الفرق ما بينهم. التراث الثقافي هو من صنع الإنسان، أما التراث الطبيعي فهو من صنع الله عز وجل. والمطلوب منك أيضا انك تعرف أمثلة على كل نوع من أنواع التراث. يعني مثلا عندي التراث الثقافي اللي هو من صنع الإنسان، هناخد مثالين مهمين جدا ولازم نحفظهم كويس، وهي قلعة صلاح الدين الأيوبي اللي موجودة في طابة. طابة دي يا ولاد موجودة في محافظة جنوب سيناء. يبقى لازم تعرف موقع قلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث توجد في جزيرة فرعون في مدينة طابة بمحافظة جنوب سيناء. طب ايه أهمية القلعة دي؟ القلعة دي أهميتها يا ولاد هي حماية الطرق البرية والبحرية
بين مصر وجيرانها، يبقى حماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وجيرانها، وكذلك تأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من الأعداء. القلعة دي بتكون زي مبنى كده، بيكون فيه جنود بيحموا الدولة من خطر معين. فصلاح الدين الأيوبي شيد هذه القلعة لحماية الطرق البرية والبحرية بين مصر والدول المجاورة، وكذلك تأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من الأعداء. يبقى أول مثال عندنا من أمثلة التراث الثقافي اللي هو من صنع الإنسان قلعة صلاح الدين الأيوبي بطابة. طب عندنا مثال تاني، أيوة، زي ما صلاح الدين الأيوبي يا ولاد بنى قلعة في طابة لحماية مصر من الأعداء، أيضا بنى قلعة أخرى في القاهرة، ولكن إحنا وتسمى أيضا قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ولكن إحنا هندرس جزء بسيط كده وهو سور مجرى العيون بالقاهرة. والسور ده شيده صلاح الدين الأيوبي ليحمل المياه التي ترفعها السواقي من النيل حتى تصل إلى قلعته بالقاهرة. نعيد الجزئية دي تاني. صلاح الدين الأيوبي يا ولاد بنى قلعتين، قلعة صلاح الدين الأيوبي بطابة، ودي موجودة في جزيرة فرعون بمدينة طابة بمحافظة جنوب سيناء. أما القلعة الثانية وهي قلعة صلاح الدين أيضا ولكن بالقاهرة، كان بقى هو عايز يوصل مية نهر النيل لقلعة صلاح الدين الأيوبي الموجودة في القاهرة، فبنى حاجة اسمها سور مجرى العيون. طبعا سور مجرى العيون ده هو اللي احنا هنركز عليه. المثالين اللي هنركز عليهم في التراث الثقافي هو قلعة صلاح الدين الأيوبي بطابة، وكذلك سور مجرى العيون بالقاهرة. وهندرس طبعا أهمية كل منهم. أهمية قلعة صلاح الدين الأيوبي حماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وجيرانها، وتأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من الأعداء. أما سور مجرى العيون فأهميته هو حمل المياه التي ترفعها السواقي من النيل حتى تصل إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. ودي كانت أمثلة التراث الثقافي اللي من صنع الإنسان، وهأكد لك كذا مرة على أن التراث الثقافي هو من صنع الإنسان، عشان لو جاب لك أي أثر من الآثار القديمة زي الأهرامات، معبد أبو سمبل، الدير البحري، أي آثار قديمة فرعونية أو غير فرعونية من صنع الإنسان، على طول من غير ما تفكر هتقول إن دي تراث ثقافي. طيب التراث الطبيعي، تعالوا نراجع كده عليه كمان مرة قبل ما ندرس الأمثلة بتاعته. التراث الطبيعي هو يشمل كل المعالم أو المواقع الطبيعية الجميلة ذات القيمة العالمية والتي لم يتدخل الإنسان في صناعتها أو التأثير فيها. تعالوا بقى نشوف الأمثلة على التراث الطبيعي بتتمثل في إيه. عندي 3 أمثلة: محمية الغابة المتحجرة، ومحمية رأس محمد، ومحمية وادي الريان. تاني، محمية الغابة المتحجرة، محمية رأس محمد، محمية وادي الريان. وزي ما احنا شايفين يا ولاد إن الأمثلة على التراث الطبيعي هي أمثلة من صنع الله عز وجل وليس للإنسان دخل في وجودها. المثال الأول هو محمية الغابة المتحجرة. طيب الغابة المتحجرة دي موجودة فين؟ توجد في محافظة القاهرة شرق حي المعادي. يبقى محمية الغابة المتحجرة موجودة في محافظة القاهرة شرق حي المعادي. طب ايه أهمية الغابة المتحجرة دي يا ولاد؟ تحتوي هذه المحمية على مجموعة من الأشجار المتحجرة على شكل قطع صخرية ذات مقاطع اسطوانية تتجمع مع بعضها البعض على شكل غابة. ودي طبعا حاجة ملفتة للنظر جدا، ان الاشجار دي تحجرت وتحولت الى صخور، ولكن هي في الاساس كانت عبارة عن اشجار. تمام. طيب نقول تاني المحمية الأولى وهي محمية الغابة المتحجرة، توجد في محافظة القاهرة شرق حي المعادي وتحتوي على مجموعة من الأشجار المتحجرة. تمام. طيب المثال التاني معانا هو محمية رأس محمد، ودي موجودة في محافظة جنوب سيناء عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة. في الجزء اللي تحت ده قدامك على الخريطة عندي محمية رأس محمد. طب ايه أهمية محمية رأس محمد؟ محمية رأس محمد يا ولاد تتميز بالشواطئ المرجانية والأسماك الملونة، ودي طبعا بتؤثر بشكل إيجابي جدا في السياحة وترويج السياحة. وكمان تتميز بالسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة. يعني السياح لما بيجوا مصر بيحبوا يشوفوا طبعا الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والأحياء المائية النادرة. تمام.
فطبعا الحاجات دي كلها يلاقوها موجودة في محمية رأس محمد اللي موجودة في جنوب سيناء، محافظة جنوب سيناء، طبعا عند التقاء خليجي السويس والعقبة. آخر مثال معانا هو محمية وادي الريان، والمحمية دي يا ولاد موجودة في محافظة الفيوم. تمام، يبقى لازم نحفظ الأماكن أو أمثلة التراث الطبيعي بمواقعها على الخريطة. يبقى محمية وادي الريان موجودة في محافظة الفيوم. طب أهمية محمية وادي الريان إيه؟ تعد من أهم المعالم السياحية في محافظة الفيوم، يوجد بها المناظر الطبيعية المميزة زي إيه؟ زي البحيرات يا ولاد والشلالات والحيوانات البرية كالثعالب الصحراوية والغزلان. وكمان هنلاقي إن الحكومة المصرية سجلتها كمحمية طبيعية للحفاظ عليها وحمايتها. يبقى ليه الحكومة بتسجل بعض الأماكن كمحميات طبيعية؟ طبعا للحفاظ عليها وحمايتها. تمام. طيب هنلاقي كمان إن سكان محافظة الفيوم بيحافظوا على محمية وادي الريان ويمنعون صيد الحيوانات البرية بها، وذلك لأنها تعد مصدر دخل لهم من السياحة، وكمان تمثل تراثا طبيعيا يميز محافظتهم. يبقى ممكن يجينا هنا سؤال مهم، بما تفسر يحافظ سكان محافظة الفيوم على محمية وادي الريان؟ الإجابة لأنها تعد مصدر دخل لهم من السياحة. 2 تمثل تراثا طبيعيا يميز المحافظة. طيب تعالوا كده بشكل سريع بقى نلخص كل الأمثلة اللي قلناها دلوقتي. تراثنا الوطني يا ولاد بينقسم إلى تراث ثقافي أو تراث طبيعي. التراث الثقافي الأمثلة عليه هي قلعة صلاح الدين الأيوبي في طابة، وسور مجرى العيون في القاهرة. أما التراث الطبيعي محمية رأس محمد في محافظة جنوب سيناء، محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة شرق المعادي، ومحمية وادي الريان ودي موجودة في محافظة الفيوم. طيب تعالوا كده نرجع تاني لعنوان درسنا وهو تراثنا الوطني. وقلنا في أول الحلقة إن احنا هنشرح الدرس من خلال شرح الكلمتين دول، واحنا بالفعل شرحنا أول كلمة وهي التراث، وعرفنا معناه وأنواعه. عرفنا طبعا إن التراث ليه نوعين، نوع ثقافي ونوع طبيعي، وكمان خدنا أمثلة على كل نوع من أنواع التراث. طب نيجي للكلمة التانية بقى وهي وطني. وطني يا ولاد معناها بلدي، يعني المقصود هنا التراث الثقافي والطبيعي اللي موجود في بلدي. تمام. وكلنا طبعا عارفين ان مصر بتزخر بمواقعها التراثية الثقافية والطبيعية الجميلة. تمام. طيب معنى كده يا مس ان في لكل بلد تراثها الخاص بها؟ طبعا. يعني مثلا لو رحنا لدولة ليبيا هنلاقي ليها تراث ثقافي وطبيعي، دولة السودان ليها تراث ثقافي وطبيعي، وكذلك الكويت، البحرين، سوريا، كل الدول العربية، وكذلك كل الدول العالمية. طب يا ترى ازاي وانا قاعدة في مصر كده اعرف كل قائمة التراث العالمي؟ يعني كل دولة في العالم ليها تراث ثقافي وطبيعي محدد وخاص بها. ازاي انا بقى كفرد اعرف هذا التراث الثقافي والطبيعي، وازاي اقدر اطلع عليه؟ طبعا تقدر ان انت تعمل كده من خلال قائمة اسمها قائمة التراث العالمي. طبعا القائمة دي اللي بيحطها يا ولاد او اللي بيقوم عليها هي منظمة اسمها منظمة اليونسكو. طبعا كلنا عارفين منظمة اليونسكو، درسناها الترم الاول، هي منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ودور المنظمة هنا يا ولاد هي الحفاظ على التراث العالمي، وده من خلال 1 تقديم المساعدة الى الدول للحفاظ على الاماكن التراثية المهددة بالخطر. 2 تساهم في ترميم بعض المدن القديمة مثل ترميم مدينة صنعاء القديمة في اليمن. 3 تشجيع كل دول العالم على تحديد مواقع التراث الطبيعي والثقافي بها. 4 تختار الأماكن الفريدة والمميزة لتكون ضمن قائمتها للتراث العالمي. طيب يبقى احنا كده عندنا قائمة للتراث العالمي، وعرفنا مين اللي بتحدد هذه القائمة، وهي منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة. طيب أهمية القائمة دي إيه بقى يا ولاد؟ 1 زيادة معرفة المواطنين بالتراث الثقافي والطبيعي في وطنهم وحمايته والمحافظة عليه. طبعا يا ولاد شايفين دور منظمة اليونسكو واضح جدا في الحفاظ على التراث العالمي
العالمي، وإزاي بتقدر تساعد الدول للحفاظ على الأماكن والمواقع التراثية بها، وكمان بتقدر تساعد الدول في اختيار الأماكن الفريدة والمميزة لتكون ضمن قائمتها للتراث العالمي. الكلام ده معناه إيه يا ولاد؟ معناه إن المواطنين لازم يكونوا على معرفة ودراية بالتراث الثقافي والطبيعي الموجود في بلدهم. مثال على كده لو تفتكروا لسه من شوية لما كنا بنتكلم على محمية وادي الريان، وقلت لكم إن سكان محافظة الفيوم بالفعل عندهم معرفة وعلم بأن تلك المحمية مهمة جدا، وبيمنعون هم اللي بيحافظوا عليها وبيمنعوا صيد الحيوانات البرية الموجودة فيها. ليه؟ لأن قلت لك هم عارفين كويس قوي إن المحمية دي تعتبر من التراث الطبيعي، وبتعتبر مصدر دخل ليهم من السياحة، وكمان ده تراث طبيعي مميز جدا بيميز محافظتهم. يبقى لما نطلع على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يبقى كل المواطنين في أي دولة من دول العالم بتزداد معرفتهم بالتراث الثقافي والطبيعي في وطنهم وحمايته والمحافظة عليه. طيب الأهمية التانية لقائمة التراث العالمي يا ولاد هو تحفيز الدول على اتخاذ إجراءات حماية للمواقع التراثية والثقافية والطبيعية وتطويرها. تمام؟ يبقى تنبه دول العالم وتحفزهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواقعهم التراثية والثقافية والطبيعية وكمان تطويرها. طيب 3 تعميق شعور المواطنين بالانتماء لمجتمعهم وتاريخهم. لما مثلا نبص كده على الأهرامات والتماثيل بتاعت الفراعنة يا ولاد، يزود عندك شعور الانتماء للوطن وازاي بتعتز بأجدادك الفراعنة. تمام؟ طيب ايه كمان أهمية قائمة التراث العالمي؟ دعم السياحة إلى مناطق التراث العالمي التي حددتها اليونسكو في قائمتها. يعني لما أنا أعرف أماكن التراث العالمي الثقافي والطبيعي، لما أنا مثلا أجي أروح أسافر أي دولة من الدول هبقى عايزة أزور الأماكن دي. تمام؟ تعالوا كده نشوف مثلا الأجانب لما بيجوا مصر بيطلعوا على قائمة التراث العالمي وأنهي الأماكن اللي بتعتبر أكثر قيمة تراثية وثقافية وطبيعية، فبيطلعوا على هذه القائمة. علشان كده بيبقوا جايين محددين الأماكن اللي عايزين يشوفوها ويطلعوا عليها ويزوروها، ودي طبعا حاجة بتنمي السياحة وبتدعم السياحة بشكل كبير جدا. طيب تعالوا كده نلخص أهمية قائمة التراث العالمي لليونسكو. 1 زيادة معرفة المواطنين بتراثهم. 2 تعمق الشعور بالانتماء الوطني. 3 تشجيع الدول على حماية تراثها. 4 تشجيع السياحة للمناطق التراثية. طبعا لازم نأكد على أن منظمة اليونسكو بتقدم المساعدة للدول للحفاظ على أثارها المهددة بالخطر يا ولاد، وكمان اختارت اليوم العالمي للاحتفال بالتراث الوطني. ده كان يوم 18 إبريل، يعني كل سنة في شهر 4 شهر إبريل 18 إبريل بيحتفلوا باليوم العالمي للتراث الوطني. تمام؟ ودي طبعا نقطة مهمة جدا لازم تعرفها. 18 إبريل هو اليوم اللي اختارته منظمة اليونسكو للاحتفال بالتراث الوطني. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة. أتمنى أكون قدرت أوصله بطريقة بسيطة. احنا اتكلمنا النهاردة عن الدرس الأول للوحدة الثانية وهو تراثنا الوطني. عرفنا معنى التراث، وكمان عرفنا أنواع التراث وهو التراث الثقافي والتراث الطبيعي، وخدنا أمثلة على كل منهم، وكمان اتكلمنا عن منظمة اليونسكو ودورها في الحفاظ على آثار العالم وكمان تحديد المواقع التراثية. وكمان عرفنا ان اليوم العالمي للتراث الوطني هو كان يوم 18 إبريل. وكذلك أيضا عرفنا أهمية قائمة التراث العالمي لليونسكو. انتهى درسنا. أتمنى أكون قدرت أوصله بطريقة مبسطة لأولادي طلاب الصف الرابع الابتدائي. أستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.